السحر الذي تسبب في خسارة الجزائر أمام غينيا الاستوائية. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمشعوذ الكاميروني الذي هدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية في الكاميرون، والذي قال: لن أرحم أحدا يعترض طريق بلادي الكاميرون للظفر بكأس الأمم الإفريقية. وشملت التهديدات محمد صلاح ورياض محرز وساديو ماني. وقال الساحر الكاميروني: أنصح ماني وصلاح ومحرز بعدم التسجيل في شباك منتخب الكاميرون في حال مقابلته، لأني أحتفظ بصور شخصية لهم بالإضافة إلى جوانبهم الرياضية. وقال: أنا لدي القدرة على تسخير قوى الشر وممارسة طقوس الفودو في تحضير خلطاتي السحرية العجيبة. وقد أثار هذا الكلام الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعثر المنتخبات الذي شارك فيها الثلاثي، وخصوصا منتخب الجزائر والذي هزم أمام غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 بعد سلسلة انتصارات دامت ل 36 مباراة على التوالي، والذي شكل صدمة للجماهير الجزائرية وأرجع البعض السبب للسحر. وعلى الرغم من أن السحر حقيقة وتم ذكره بالقرآن الكريم، إلا أن هذه المزاعم لا صحة لها، فالصور المنتشرة للساحر غير صحيحة. فالصورتان قديمتان، الأولى تعود إلى يونيو 1998 وتظهر أحد مشجعي الكاميرون خلال مباراة المجموعة الثانية في كأس العالم ضد النمسا بفرنسا، الأخرى تعود إلى يونيو 2014 وتظهر مشجعين لغانا ضد الولايات المتحدة في كأس العالم 2014. وهناك شكوكا حقيقية أنه يوجد مشعوذا كاميرونيا بهذا الاسم. وعلى الرغم من ذلك فإن السحر في ملاعب كرة القدم الإفريقية حقيقة لا شك فيها قد رصدتها الكاميرات، فواجب على كل مسلم التحصن بآيات القرآن الكريم، لأن السحر حقيقة وتم ذكره في القرآن الكريم. أخيرا ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصل لكم جديد فيديوهاتنا.